انا اللي مبتكرها بنفسي وكلفتني تجارب 10 سنوات. اما عن دواء الخصوبة، يا سلام يا سيدي انا ما اتكلمتش لسه، انا ما نطقتش. إيه؟ وبعدين ما تستنى يا فرحان بس انت اسكت خالص. بيتكلم على الدواء اللي استخرعه الدكتور. ايوه، ما انت الايام دي غيتك الادويه. يا ريته كان ينفع ابن ادم. اسكتي ما تخلينيش اتكلم. تتكلم على ايه؟ تتكلم على ايه؟ انتوا بتقولوا لا ايه؟ لا 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 انت ولا حاجه يا دكتور ولا حاجه. اتفضل حضرتك. يا سلام. حكاية ان الدواء ينفع البني ادم اللي خطرت على بال جاهل ومتخلف عقليا زي سعيد بالتأكيد طبعا خطرت على بالي. انما لسه يا دكتور فايهايزر لسه ما اقدرش اقول ان ليا الحق اني افكر في خطوة متقدمة بالشكل ده. الدواء يا حضرات الافاضل لسه في مراحل تجاربه الاولى، وطبعا الهدف منه زيادة خصوبة الدواجن والحيوانات، يعني بمعنى تحسين نسلهم وزيادته. انما اللي اقدر اقوله وافخر بيه هو ان تجاربي نجحت في كده بالنسبة للفراخ والرومي النتي والحمام والسمان والارانب، واولا بالنسبة للحمير. لكن بالنسبة للبني ادمين بقى، ايوه بالنسبه للبني ادمين بقى، دي يمكن تكون خطوة تتأجل للتاريخ ويعملوها علماء جيل بعدنا. يس هشربه شرب المر والعلقم، ولو اني عارفه برضه انه ملوش فايده. ملوش فايده يا مس عيده. ما تقطعيش واسمعي بقى. اعملي حسابك، ما هو أنا لازم اخلف، يعني لازم اخلف. طب افرض يا سعيد ما حصلش؟ ايه؟ هتسيبني يا سعيد؟ نعم. هتجيب لي درة يا خراب؟ يا بنت انت هتعملي لنا فضيحه. اهدي. اني ما قلتش كده. انت ما قلتش كده، لكن ده اللي في ضميرك، اوعى تنكر. انا كمان عارفه اللي شاغلك. انا اللي شاغلني كله اسم عيلتي المجرب فرغالي. مجرب؟ ايوه المجرب فرغالي لازم يفضل عايش في الدنيا وملعلع. الله يرحمه جدي المجرب فرغالي عبد الله الكبير. سعيد. ايوه. هي اخويا جات لك في وقتها، اياك تكلمها. مساء الخير يا سعيد، ازيك كده؟ كتر السلام، يقل المعرفة. عايزة ايه؟ عايزاكي طيبة يا اختي، عقبال ما افرح لك بولد. انت يعني بالعربي كده جاية تفرسيني ولا جاية تفرسيني؟ لا يا حبيبتي ابدا، لا انا عدوتك ولا قرشة ملحتك، انا جاية عايزة سعيد. الدكتور ما بيطولش كده يا عمي. يلا